سألوني: ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟ فأجبت: تعلمت أن من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس. وتعلمت أن أقول الحمد لله على كل شيء. تعلمت أن الحياة قد تنتهي في أي لحظة ونحن غافلون. وتعلمت أن أعمل الخير ولا أنتظر بعده أي مقابل لكي لا أصدم. تعلمت أن الكلمة الطيبة والنفس المطمئنة هي رأس مال الطيب على هذه الدنيا. تعلمت أن أغلى إنسان في هذه الدنيا هو ذاك الذي يحيطه الأمن والصحة من كل جانب. وتعلمت أيضا أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان، وإن غرس وسقى ولو غسل الثوم بماء الورد لا تذهب رائحته. وتعلمت أن العمر ينتهي والشواغل لا تنتهي. وتعلمت أن بقدر إصغائك للناس يرخي الناس لك أسماعهم. وتعلمت أن الناس متفاوتون في نواياهم، وليس كل نية حسنة تصنع عملا صالحا، فكم من مصلح سعى في الخير ولكن أخطأ الطريق. تعلمت أن كثيرا مما تعلمناه في المدرسة شيء وفاجأنا الواقع بشيء آخر. وتعلمت أن معظم الناس يسألون عنك ويتصلون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم. هذا الفيديو لدينا وصفة تسمى الكعك الوهراني. طبعا مقاديرها مكتوبة على الفيديو. أرجو متابعة الفيديو الأخير وتجربة هذا الكعك اللذيذ. بعد ترك العجينة ترتاح لمدة 5 دقائق نقوم بتقطيعها بهذا الشكل. هكذا يكون شكلها مثل الدونات. وهذا الشكل بعد تركها أن ترتاح. نقوم بدهنها بصفار البيض ونضعها في الفرن على درجة الحرارة 170 درجة. طبعا هذا الكعك الوهراني هو لذيذ جدا. فضلا وليس أمرا، أرجو منكم متابعة أمي في هذه القناة لتطويرها أكثر وأكثر. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. هذا هو الشكل النهائي، وأرجو أن تجربوا هذه الوصفة لأنها لذيذة جدا.
انتهاء أمي من أشغالها المنزلية أردت أن أريكم مشترياتي المدرسة، بما أننا اقترب الدخول المدرسي. طبعا مشترياتي بسيطة ورائعة. أولا، محفظتي تتكون من 3 دروج. في الدرج الأول لدينا هنا الألوان الترابية والألوان المائية، أننا نحتاجهم في الفنية. ولدي أقلام طبعا الصغيرة، المعلمة قالت لنا اشتروها صغيرة، فأنا لقد قمت بشرائها صغيرة. ولدي هنا كراريس وكناشات. هذا الكناش جيد جدا للغة الفرنسية لأنه فيه الحروف الفرنسية. وهنا لدي أغلفة متنوعة. مثلا هذه هي أغلفتي، أغلف بها كراريس كل الألوان تقريبا. انتهينا من الدرج الأول، سننتقل للدرج الثاني. في الدرج الثاني أملك ستيكي نوت. طبعا هذه هي الفواصل وأوراق الملاحظات. أنا أحتاج جدا هذه الفواصل لأعين مكان الصفحة الذي انتهيت منها. وهنا لدي هذه، وهي الأوراق اللاصقات، نكتب الاسم واللقب. هذه هي لتزيين الكراسات. لقد أعجبتني وحيد الكارن لأنني أحب جدا اليونيكورن. وهنا لدي كراريس، لقد قمت بتغليف نصفها ونصفها لم أغلف. الآن سوف أغلفها معكم. لدي التاريخ والعلمية والجغرافيا. كراريس تطبيقية. في آخر الفيديو سأغلفها معكم عندما أنتهي من مشتريات المدرسة. هذه الأعمال التطبيقية هكذا، هنا من الطباشير وهنا من الماركر هكذا. ولدي كراس. لدي هنا برايتان للعام الفائت، وهذا الماحي. هنا لدي المسطرة والكوس والمنقلة هكذا. أنا قد اشتريت هذا النوع الذي من البلاستيك الذي لا ينكسر لأنني أحب هذه الأنواع. واشتريت أيضا الألوان، الأوراق البيضاء والأوراق الملونة. طبعا هكذا بهذا الشكل، هي ملونة. هكذا. ولدي هنا طباشير بيضاء لأنني أحتاجها جدا في المدرسة. ولدي أيضا لمحات مثل مقلمتي. مقلمتي هي يوجد فيها رسوم الباندا هكذا. ولدي المدور لأنني أحتاجه جدا هذا العام. والممحات. انتهينا من المحفظة وسننتقل إلى المكلمة. ولدي المكلمة فيها رسوم جميلة وهي الباندا
ولديها درجان. الدرج الأول أضع فيه الغراء طبعا اللاصق. ولدينا هنا الهايلايترز، أنا أستعمل فقط 2، هذا اللون الوردي الفاتح والأصفر للتحديد فقط. ولدي مقصان، المقص الزرقاء للعام الفائت واللاصق. وأملك مبرات، هذه المبرات لقد أعجبتني كثيرا. طبعا الماحي نمسح، هذا للعام الفائت الأزرق وهذا لهذا العام. طبعا يمكنكم الاستفادة من الأدوات المتبقية من العام الفائت ولا تشتروا مثلها. مثلا هذه محفظتي للعام الفائت وما زالت جديدة كما هي، فسأستعملها هذا العام. أرجو أن تستفيدوا من هذا الفيديو وتأخذوا منه عبرة، لأن الفيديو فيه عبر كثيرة. مثلا هذه الأشياء تقريبا بعض الأشياء مثل محفظتي وأشيائي القديمة للعام الفائت ما زالت جديدة فاستعملتها هذا العام. سأقول لكم نصيحة: الله لا يحب المبذرين، لأن المبذرين إخوان الشياطين. ولا تكونوا مبذرين، لأنكم إن كنتم مبذرين ستكونوا إخوان الشياطين. وفي الأخير لا تنسوا الصلاة على نبينا محمد وشفيعنا يوم القيامة الكبرى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع السلامة في الفيديو القادم.